بديت بها ونكمل بها، مانيش متحمس. يا ايها المشاهد الجزائري، انا مانيش متحمس. كاس افريقيا في بابا بوي. يا السلام عليكم ليكاش، جيسبر بيان. اشرف از باك. والله دوزيام فوا عاودنا خسرنا وتقصينا من كاس افريقيا. انا خلاص ما نزيدش نتبع الفوتبال تاع الشهر، راني كلبي لازم اتحمس حبيبنا. لا كوب دافريك الجايه ما بقالاش بزاف. المهم في الفيديو تاع اليوم راح نحكيو على اللعنه تاع لا كوب دافريك ونشوفوا واش هما الاسباب اللي خلاونا نخسروا. تسمى قبل ما تبدا تتفرج اهبط لتحت دير جيم لهاد لا فيديو، وإلا كنت اول مره تشوفني ابوني في لاشين وفاعل الجرس. هاد الخطره فري ما بقالناش 300,000 ابوني. هيا ما نطولش عليكم بزاف، نبدا. الحكايه بدات من نهار داروا القرعه تاع كاس افريقيا وضحكوا المنتخب في المجموعه تاعها. المجموعه تاعنا كان فيها بوركينا فاسو، انغولا وموريتانيا. مجموعه لا باس بها. في الديبي كاع كي شفنا هاد لي زيكيب قلنا الطلعه مضمونه ان شاء الله، وكاس افريقيا راهي في الجيب. عندك انغولا بالقليله نديروا معاها 1-0. بوركينا فاسو هي شوف صعيبه شويه، اسيدي نديروا معاها غير تعادل يكفينا، مع اللي داروا لنا الوقت على الزوج تاع العشيه وكامل راكم تعرفوا ديجا حنا والرطوبه ما نتفاهموش. وموريتانيا موريتانيا نديروا معاها السكور اللي درنا هذيك الخطره في مباراه وديه. هذه هكا كنا متخيلينها في الديبي. غير لحقت لا كوب دافريك تبدل كلش. نبداو بالمباراه الاولى اللي كانت كونتر انغولا. الماتش كان ماشي بيان، كنا مسيطرين على اللعب. ماركا بونجاح البيت الاول قلبناها، زاد ضربهم بالدوزيام اللي كان كوتسيزو وكان حيدخل به التاريخ كان ما كانش اورجو. المهم كانت مليحه حتى وين لحقت الدقيقه 60 جا حبيبنا بن طالب عطالهم ركله جزاء. فهمناش كيفاش حتى نقص الجوار. عطاو لهم بيناتي وانغولا عدلوا لنا النتيجه وخلصت المباراه بالتعادل. راطينا 3 نقاط، الشعب كامل قنط. يا صح تغيظك يعني تكون رابح في دقائق توالي تجيك بيناتي تخسر لك كاع الحسابات. من الحاجه اللي صبرتنا هي انه المنتخبات العربيه الاخرين ابار المغرب كاع تعثروا في المباراه الاولى. كيما مصر دارت التعادل، تونس خسرت مع ناميبيا، وموريتانيا خسرت مع بوركينا فاسو. بوركينا فاسو اللي كان عندنا معاهم الماتش دوزيام. وشنو على الزوج تاع العشيه يا محمد جو كيما هذاك جمل يلعب فيه. درجه الحراره كانت فوق 36 مع الرطوبه. ما عندي ما نحكي لكم. بدا الماتش وصار السيناريو اللي كنا متوقعين، هو بوركينا فاسو ماركات علينا البيت الاول. تسلل هنايا بدا يخشان اللعب، وكالعاده بون الجح ينقذ الموقف ويعاود يعدل لنا النتيجه. الماتش كان ماشي عادي. هاد الخطره ماشي مع بن طالب اي تنوري، ما على بالش كيفاش بانت له حاب يثير الجوار تاع بوركينا فاسو. السيد راني نقول لك نحالو جهه. جاب لهم بيناتي عاودنا ولينا 2-1 وقتاش في الدقائق التوالى. صاي هذه الخطره نقطه وما راحش تصح لنا. نبداو نسخنوا في الطياره وصاي. عاود خرج بون الجح منقذ المواقف يضربهم بيت قال لهم طفوا الطياره ما زلنا قاعدين. كمل الماتش 2-2 ومن قوه اللي كنا احنا خسروا التعادل هذا كان يبان ربحه بالنسبه لينا. هنا تعقدت الامور شويه. انغولا ربحت موريتانيا وولات هي وبوركينا فاسو متصدرين المجموعه ب4 نقاط، يعني كانت تسنى فينا غير ربحه. زادت مصر عدلت في الماتش الزاوج، تونس ثاني هي عدلت. هكا ولينا كاع في الهوا سوا تحت شعار يا نربحوا كاع يا نخسروا كاع. هنا بدا الشعب يجبد الكالكيلاتريس ويدير في الحسابات، وبعد حسابات معمقه خرجنا بنتيجه انه في حاله ما اذا ربحنا يا نقدروا نتصدروا المجموعه يا نجحنا الزوجين، واذا تعادلنا برك نطلعوا في المركز الثالث. المهم الطلعه فيها ما نخسروش برك. وخوتنا موريتانيا كانوا خاسرين يعني كان يعطونا هذاك الماتش نطلعوا للدور الثاني يديروا فينا مزيح. بصح صرا واش ما كانش متوقع. الحابسين هذوك تاع كوت ديفوار خسروا مع غينيا الاستوائيه 4-0. شبعوهم سقلها بيت مورخو. بهذه الخساره عطاو فرصه للمنتخب الموريتاني انه يقدر يطلع الدور الثاني في المركز الثالث بشرط انه يربح منتخب الجزائر. هنا اللعب بدا يصعب وتبدلوا الحسابات. الحق الماتش وصل السيناريو اللي ما كانش متوقع. نعم موريتانيا ربحتنا 1-0. في هذا الانجاز حذري. وتقصينا من كاس افريقيا للمره الثانيه. دوزيام فوا بابا بوي. للاسف خرجنا من البطوله ومن الدور الاول. حكمنا الطياره وولينا لبلادنا. من العفسه اللي لعبت لي على المورال هي كي شفت واحد الناس مريحين يستشفاو فينا، خرجوا للزنقه والجزائر باي باي. داروا علينا حفله.
حتى في البرامج تاعهم. حاتم 1 2 3 الطياره غتمشي وتجري. 1 2 3 بركه ما تبكي. 1 2 3 لا كان سي فيني. 1 2 3 بركه عليكم. داير كيما المهرزه تقول حبابه تنجال. يا ربي انا ما غاثنيش كيستشفى وقد ما غاثني شكون اللي راه يستشفى. دوك بنادم عنده كاس وحده من عصا الديناصورات يضحك على واحد عنده 2 نجمات معلقين له في تريكو. عيب ولا غير عيب؟ الناس تفتخر بالالقاب وانتم تفتخروا باش الله اعلم. وراكم تعرفوا حنا تلمو كوراما كيما عاملونا عملناهم بالدوبل وخرجنا احتفلنا كيما هما. والعفسه اللي طلعت لنا المورال هي ان ما رجعناش وحدنا في الطياره. خوتنا التوانسه بيان سير حبوا يتضامنوا معنا باه نرجعوا كيف للبلاد. ومصر اللي طلعت للدور الثاني بعد ما عدلت في 3 لي ماتش الزهر هذاك اللي كان عند تونس داتو هي. في الاخر خرجت في الدور الثاني ضد الكونغو الديمقراطيه. مع موريتانيا هي ثاني خسرت 1-0 مع الراس الاخضر. يعني ربحوا لنا العيب في باطل، كان عطاونا هذاك الماتش بلا كنا حنديروا حاجه. كما على بالكم احنا اللي صاجرين عمرنا ما نستعرفوا بالخساره، وكامل على بالنا باللي ماشي احنا اللي خسرنا، الكان هو اللي خسرنا. اسكت يرحم بابك، اسكت بركه متصبر في روحك، اسكت برك خلينا نطيحوا خشان. الور اليوم جبت لكم الاسباب اللي خلونا ما نتاهلوش. السبب الاول اللي هو دعاوي اللاعب سعيد بن رحمه. بعد الحادثه اللي صارت بين جمال بالماضي وبن رحمه في الاونه الاخيره خلت جمال بالماضي يستبعد بن رحمه من المشاركه في كاس افريقيا. اي حبيبنا واش راح دار؟ ضرب فيها عمره، خبطنا بدعوه انا نقول لك كسرنا. ما تقاعدش من وقتاش الجزائر تخسر مع موريتانيا، سوء الخاتمه يسموها هذه. والله كان يستدعيه ويحطه في الدكه معليش. السبب الثاني اللي هو استدعاء بن طالب. اسمح لي بالماضي الاضافه الوحيده اللي دارها هذا اللاعب للفريق الوطني هي انه جاب بيناتي بصح كونترنا. السبب الثالث هو ذبيح تاع قنوات الزيق. يا محمد من نهار اللي جاب الماضي وهما جايبينها مورا وشكل لهم رزقهم وعلى راسهم هذا البنادم حياته كامله لعب 3 لي ماتش برك مع ليكيب ناسيونال وبلا غير في الدكه جاي يحلل وينتقد في بالماضي. روح حلل على كاش شارط في ناسيونال جيوغرافيك خير والله. والبروبليم جايبينهم يهضروا باش يهضروا ما يعرفوش يحلوا. كيما واحد اللاعب هذاك اللي يسموه سامي الزاوي سقساوه قالوا له شكون اللي كان السبب من خساره الجزائر. هيا قال لهم انت كي تشوف شكون اللي رد؟ انا نقول اسرائيل. وكادوا عباد تجيبهم وتعرضهم في حصه. والسبب الرابع والاخير واللي منطقي بالنسبه لي هي تشكيلات بالماضي اللي ما حبش تتبدل. صافي كلي زيكيب اللي لعبنا لهم كامل حفظوا طريقه اللعب تاعنا، وهنا الشعب تقسم لزوج. كان اللي يقول لك معليش المهم ابقى معانا بالماضي، وكان اللي يقول لك ارحل وما نسحقوكش في ليكيب. قولوا لي نتوما الى راكم مع ولا ضد بقاء بالماضي في الفريق. حنا نكونوا لحقنا لافان تاع هذا الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع اصحابكم وتجوا عندي الانستغرام جديد راه بقوه ثماك. انا ببقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم وسلام.